الشعب فت فت وطرابلسية جدد. الشعب فت فت وطرابلسية جدد. الشعب فت فت وطرابلسية جدد. بعد الرش والترويع ميزانية التشويع. 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 اسقط جلاد الشعب. وكالات الاستعمار نرضاوي رجعي سمسار. 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 يا شعب امسح مال. ميزانية راهي وفين. يا شعب امسح مال. ميزانية راهي وفين. يا شعب امسح مال. ميزانية راهي وفين. ينسحب يستقيل. لا حوار مع العبيد. ينسحب يستقيل. لا حوار مع العبيد. ينسحب يستقيل. لا حوار مع العبيد. شغل حرية كرامة وطنية. شغل حرية كرامة وطنية. شغل حرية كرامة وطنية. شغل حرية كرامة وطنية. يا عملية ضد الهجمة الإخوانية. واحدة واحدة عمالية ضد الهجمة الإخوانية. واحدة واحدة عمالية ضد الهجمة الإخوانية. يا حكومة الفشل الاستقالة هي الحل. 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 طرابلسية جدد. شعب فت فت طرابلسية جدد. شعب فت فت طرابلسية جدد. شعب فت فت نضرب في العام. نضرب في العام. صف واحد في النضال. لا تضرب عمال. صف واحد في النضال. لا نضرب عمال. صف واحد في النضال. لا حوار مع العبيد. تنسحب تستقيل. لا حوار مع العبيد. تنسحب تستقيل. لا حوار مع العبيد. تنسحب تستقيل. لا حوار مع العبيد. تنسحب. ميزانية التشويع. بعد الرش والترويع. ميزانية التشويع. بعد الرش والترويع. يا مواطن يا مسكين. تحواليك باسم الدين. 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 يا مواطن يا مقبول. زاد الفقر زاد زاد الفقر زاد الجوع. يا مواطن يا مقهور. زاد الفقر زاد الجوع. يا مواطن يا مقبول. زاد الفقر زاد الجوع. الشعب القبور. أموال الشعب. القصور. أبناء الشعب. القبور. أموال الشعب. القصور. أبناء الشعب. القبور. أموال الشعب. القصور. أبناء الشعب. القبور. الشعب فت فت طرابلسية جدد. 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 الشعب فت فت. طرابلسية جدد. لا للنواب لإضفاء الشرعية على خيارات لا شعبية، على خيارات لا وطنية، من أجل أن يدافعوا ومن أجل أن يرفضوا هذه الميزانية. وأعتقد أن هذه الميزانية ستؤهل إلى تحرك شعبي وستؤهل إلى انتفاضة شعبية نريد أن نكون صلبها، لأن كنا دائما في صلب الحراك الشعبي وفي صلب التحركات الشعبية وفي صلب الانتفاضة الشعبية اللي بهذه الميزانية ستأتي لا محالة. وعلى المناضلين أنهم يستعدوا حتى لا يخطئوا مرتين لاستيعاب هذه التحركات الشعبية والاستيعاب واحتواء هذه الانتفاضات وإعطائها الوجهة الصحيحة والوجهة الحقيقية وإعطائها المضمون الحقيقي، حتى لا نجد أنفسنا بعد 3 سنوات نعود إلى نفس النقطة، نعود إلى نفس منوال بن علي، نعود إلى نفس سياسات بن علي، نعود إلى نفس الوضع، حتى لا نسمع الآن، حتى لا نسمع مجددا المواطن العادي يتحسر على بن علي. وهو أخطر ما يمكن أن يصيب ثورتنا في عمقها، أن يصيب الإحباط كل فئاتنا الشعبية، أن تظل يعني الثورة بالنسبة للواقع الشعبي وبالنسبة للمواطن العادي وبالنسبة للمحرومين والمسحوقين تتحول من ثورة آمنة وآمنة بشعاراتها وتمنى أن تكون يعني ثورة حقيقية تخرج من البؤس وتخرج من الفقر، أنه يصبح ينظر لها اليوم كنقمة. هذا دورنا كمجتمع مدني، دورنا كمناضلين، دورنا كوطنيين، أن نعيد إلى
إلى هذه الثورة وجهة، نعيد إلى هذه الثورة المضمون الحقيقي اللي من خلاله كنا نناضل، واللي من خلاله وثق شعبنا وفرح شعبنا بهذه الثورة. نواصل حوارنا مع كل الأطراف الاجتماعية، مع كل النقابات، مع كل منظمات المجتمع المدني، مع الأحزاب الوطنية، من أجل أن يكون المضمون الاجتماعي هو أرضية التقاء جماعية وأرضية نضال جماعية. لن نتوقف عند هذه الحدود، سنؤدي دورنا الوطني كلفنا ذلك ما كلفنا. شكرا لكم على هذا الحضور، وإن شاء الله في قريب العاجل سنتخذ قرارات جديدة كنقابة، سننسق مع كافة المعنيين وكافة المؤمنين بأن المضمون الاجتماعي هو أرضية النضال الحقيقية، من أجل أن تكون التحركات أقوى. راهو عدم تواجدنا وعدم رفضنا لهذه الميزانية وعدم وقوفنا بكل صرامة ضد هذه الميزانية سيشجع الآخرين على التطاول علينا أكثر وعلى امتصاص دمنا أكثر. هك علاش راهو مطلوب منا اليوم أن ندفع في اتجاه أن لا يهدأ التحرك الاجتماعي وأن لا تهدأ التحركات الاجتماعية حتى نقوض هذه الميزانية وحتى نقوض هذه الخيارات. تقويض هذه الخيارات هو انتصار للخيار الوطني، تقويض هذه الخيارات هو دعوة وهو انتصار وهو رسالة موجهة إلى سفير أمريكا وإلى سفير فرنسا اللي يرتعوا اليوم في البلاد واللي يقروا اليوم في البلاد واللي يحكموا اليوم في البلاد. الرسالة يجب أن تكون رسالة شعبية من الناس اللي رافضة لهيمنة الدوائر الإمبريالية على قرارنا الوطني. هاي الرسالة اللي يلزم نعطيوها جميعا. نحن كلنا موحدين على هذه الرسالة، كلنا موحدين على هذا المضمون. علينا أن نلتقي ميدانيا بدون حسابات سياسية وبدون خلفيات سياسية، لأن هذا هو الصراع الحقيقي وليس صراعات يدار في مكاتب ويدار في مواقع لا علاقة لها بالخيارات الشعبية ولا علاقة لها بأي تطلعات لأبناء شعبنا ولا علاقة لها بتطلعاتنا نحن كمناضلين. نعتقد كنا في صدارة صدارة النضال وصدارة الأحداث وفي صدارة المواجهة مع بن علي، ومستعدون ونهب أنفسنا أن نكون في صدارة النضال ضد هذه الخيارات الشعبية وضد هذه الميزانية وضد أي خيارات شعبية أخرى وضد من يتدخل في الشأن الوطني، ضد الأمريكان وضد الفرنسيس. ونعتقد أنه من دعم الدكتاتورية على مدى 23 عام لا يريد لنا لا ديمقراطية ولا تنمية ولا عدالة اجتماعية. شكرا لكم وإلى اللقاء.